تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا، البرنامج الذي يناقش قضايا إريتريا واقعية. اليوم سنناقش عن منكرات الأفراح. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذا اللقاء الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف من الاستديو، والشيخ محمد آدم إبراهيم خارج الاستديو. فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور حسن، نرحب بكم. حياكم الله. موضوعنا اليوم عن منكرات الأفراح. قبل أن نتطرق إلى المنكرات وإلى عواقبها السيئة في المجتمع الإريتري، نريد أن تحدثنا باختصار عن الفرح الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، مع الإلمام عن نعمة الزواج ونعمة التوارث والتناسل. إليكم الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لمسألة الزواج، هو يؤدي إلى واحد من المقاصد الستة أو الخمسة في الشريعة الإسلامية، المقاصد الكبرى، وهو مقصد حفظ النسل وحفظ الفروج. من المقاصد العظيمة التي شرعت من أجلها الشريعة. الذين هم لفروجهم حافظون، أن تكون هنالك الفروج محفوظة، وأن يكون هنالك أيضا النسل مستمر، نسل الإنسان والنسل البشري، وأن يكون أيضا كل ذلك في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى. في النهاية أيضا يجب أن يكون مراعى فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يأخذ الزواج قيمته من هذا الجانب، فهو له علاقة بالإنسان كإنسان الذي هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وله علاقة باستمرارية هذا الإنسان، وله علاقة كذلك بصلاح هذا الإنسان، لأن من أعظم المقاصد التي في الحقيقة تسعى إليها الشريعة في كل جوانبها هي صلاح هذا الإنسان، صلاحه في دينه وفي دنياه. وبالتالي حتى يكون الزواج مؤديا لهذا المقصود، لا بد فيه من رعاية شروطه ورعاية ضوابطه. وأهم ما يمكن أن نشير إليه ابتداء، نقول بأن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الزوج هو أنه يريد أن يؤسس بيت الدعوة، كما قال بعض الدعاة، أنك أنت الأساس. لما تريد ترتبط مع امرأة، الأساس فيها أنه سيكون هذا البيت بيت دعوة. القضية كلها في نهاية المطاف أنت تريد أن تكون صالحا، تكون معك زوجة صالحة، تنجب أبناء صالحين، تقوم بمهمة الاستخلاف والعمران وعبادة الله في الأرض. القضية المركزية تقريبا في هذا الاتجاه. حتى تؤدي هذا الموضوع لا بد فيه من قضية التدين، ولا بد فيه من قضية أيضا مراعاة الشروط في الارتباط، ألا يكون ارتباطا عشوائيا غير مرعي. مسألة الارتباطات الإجرائية على الأقل لا بد منها، أن يكون هنالك تراضي بين الزوجين، أن يكون هنالك صيغة معروفة على الأقل يتم التراضي بها، أن يكون ولي على الأقل للمرأة، أن يكون هنالك شاهدان. هذه على الأقل الأشياء الأساسية. هنالك ما يمكن أن يضاف إليها بعد ذلك شروط مثل الصداق والمهر وما يتبع ذلك. على كل هذه ربما من الأشياء الأساسية التي على الأقل تؤدي إلى أن يكون الزواج على الأقل زواجا مرضيا يؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مقصوده. وقبل ذلك ربما أشرنا في أكثر من حلقة بأن الزواج هو ميثاق مع الله قبل أن يكون ميثاق بين الزوجين. يا سلام. نعم، هو ميثاق بين الله. هذا الميثاق طبيعته أني والله ارتبط مع المرأة الفلانية على أن نكون مستخلفين في الأرض بما أراد الله. ولذلك تجد أن أول ما يبدأ أن زوجناك بكتاب الله وعلى سنة رسول الله وكذا. هذه القضية كلها إيش المقصود منها؟ المقصود أنك الميثاق الذي هو مع الله سبحانه وتعالى على الاستخلاف وعلى الطاعة وعلى العبودية لله سبحانه، تريد الآن أن تنتقل بها من حالة فردية إلى حالة ثنائية تكون فيها زوج وزوجة، ثم تنتقل هذه الحالة إلى أسرة، وهي النواة الأساسية في المجتمع المسلم. طيب،
الزواج بلا شك شيخنا الكريم هو يصب في موضوع حفظ النسل، لكن ما قولكم، هل هو أيضا من ضمن نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على خلقه؟ ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم من بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سورة النحل. حول هذا كيف ترون الأمر شيخنا الكريم؟ عموما سبحان الله، يعني ورود الآية عموما في سورة النحل يكفي أنها هي طبعا سورة النعم، هي يعني معروف بأنها تسمى سورة النحل، ولكن أكثر سورة ربما ورد فيها موضوع النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما تفضلت يعني التعامل مع موضوع الزواج على أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب أن مراعاة أحكام الله فيها ومراعاة شكر الله سبحانه وتعالى فيها، وأنها نعمة يجب إن إذا تعاملنا معها كما أمر الله ستزيد وتستمر وتدوم. وإذا كفرناها، الكفر هنا بمعنى أنك والله لم تؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى، أضعت الحقوق أو انتهكت الحقوق أو تجاوزت حدود الله سبحانه وتعالى، هذه الثلاثيات تؤدي في نهاية المطاف إلى أنك أفبالباطل يؤمنون ونعمة الله. فكأنما كفر الإنسان في هذا المجال إضاعة الحقوق وتجاوز الحدود وعدم القيام بالواجبات. هذه الثلاث إذا استطاع الإنسان أن يقوم بها فإنه إن شاء الله يكون قد راعى هذه النعمة العظيمة. وكما ذكرنا يكفي أن سبحان الله هذه النعمة متعلقة ببناء أسرة واستمرارية نسل، يعني النسل البشري تقريبا متعلق بهذا الموضوع، فلا شك أنه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى التي تستحق الشكر. والشكر طبعا النعم تدوم بالشكر وتزول وبالكفر والعياذ بالله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب دكتور حسن، حقيقة مدخل جميل، وهو أن الزواج نعمة من الله، والنعمة تستوجب الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو يعني تطرقنا إلى، طبعا نحن الحمد لله الشعب الإريتري بجميع قبائله بفضل الله يعقد أنكحته على الكتاب والسنة. ليس هناك ولله الحمد من خلال التتبع والاستقراء من يخرج عن هذا المجال. يعني ما ذكرته من أركان النكاح وشروط النكاح وهي مطبقة الحمد لله، هنا لا إشكال. أين يقع الإشكال؟ غالبا في الأفراح والأعراس، أو في مرحلة الخطوبة وعلاقة الرجل بالمرأة من غير نكاح ولا عقد. لو تطرقنا إلى العادات الجميلة قبل أن ندخل في العادات السيئة باختصار، كما نحن اختصرنا ما يتعلق بالمقدمة ونحن نازلنا فيها. يعني الحمد لله نحن الآن في كثير من القبائل وكثير من الشعوب نتمتع بزيجات طيبة. لو تطرقنا لهذه الزيجات الطيبة الإسلامية كما يقولون، تحدثنا عنها الشيخ حسن. جميل، بس دعني أيضا، هي كما تفضلت الظاهرة العامة الآن في مجتمعنا هي الالتزام والتزام الشروط ورعاية الأركان وكذا، لكن أحيانا طبعا في أحوال ربما هي قد تكون شاذة، ولكن التنبيه لها أيضا مهم. نحتاج بالذات التنبيه لها، لأنه أحيانا بعض الناس تحت حسابات معينة مثلا يكون هنالك نوع من الإكراه في موضوع الزواج. يعني مثلا تكره بنت على الزواج لشخص ربما لا ترتضيه، فهذا قد تخل، نحن ننبه هنا، قد تخل بموضوع الرضا على وجه التحديد. فلا بد أن تكون هنالك على الأقل عملية تراضي بين الزوجين، والوالد صحيح من حقه أن يزوج بنته وأن يختار لها الأمثل والأطيب، ولكن لا يمارس عليها الإكراه. هذه مسألة على كل تحتاج إلى تنبيه. النقطة الثانية أيضا، تقع بعض الزيجات، وهذه ربما تكون أيضا فيها، يعني تكون البنت مثلا عندها تعلق بشخص من الأشخاص وتخرج مثلا عن بيت الطاعة لوالدها وتحاول أن ترتبط بعيدا عن الولاية، ترتبط مثلا مع شخص وتتزوج منه والأب غير راضي والأسرة غير راضية، فهذا فيه طبعا انتهاك أيضا
لحق الأبوة وحق الأسرة. والزواج في حقيقته حقيقة يعني يجب أن ننتبه، هو ليس فقط علاقة بين رجل وامرأة وانتهى الموضوع، هي في نهاية المطاف علاقة ممتدة فيها اتصال مع الأسر، فيها تواصل، وبالتالي لا بد. ثم أيضا في موضوع مهم جدا في المستقبل لو لا قدر حصل افتراق ما بين الرجل والمرأة، فإن هذه المرأة التي لم تكن أصلا تزوجت برضا أهلها وكانوا الأهل حاضرين وكانوا لها على الأقل يمارسون عملية الولاية، فإنها لن تستطيع أن تعود إليهم ليكونوا بعد ذلك على الأقل يعني يقومون بها. فهذه المسألة على كل مسألة. طيب لو زوجت نفسها بنفسها على كل من غير ولي، نعم، وهي بكر وليست ثيب، ما الحكم؟ رأي الجمهور في هذا الموضوع أن الزواج باطل. تمام. أيوة الزواج، لأنه أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فخاصة إذا كانت بكر يعني. طبعا هذا نادر في شعبنا بشكل عام. كذلك هناك بعض النوادر، والنادر لا حكم له، لكن طالما تطرقتم إليها شيخنا الكريم نحن نتطرق. بعض النساء تتزوج وهي في عصمة رجل آخر، ما الحكم في ذلك؟ نعم، هذا طبعا زواج باطل ويفسخ مباشرة، وهي تقع عليها عقوبة شرعية إذا كان هنالك نظام إسلامي. فهذه واحدة من الإشكالات على قضية أنه والله تزوج نفسها وهي متزوجة ولم تتخلى من الرجل. ما حكمها شرعا؟ حكمها شرعا تعد الآن هذه من حيث وقوعها في عصمة رجل آخر، هي زنت الآن، وقعت في جريمة الزنا والعياذ بالله، زانية، وبالتالي حتى زناها طبعا ما يطبق فيها هو حد الرجم يعني من حيث في نقطة أيضا مهمة حتى أنبه لها أيضا، كثير من الذين على الأقل تأثروا بالثورة الإريترية خاصة من الأخوات الفتيات يعني تجد تلقي الفوارق الدينية. فنحن مثلا من الشرط الأساسي للمرأة المسلمة أن لا تتزوج إلا بمسلم. ما الأدلة على ذلك؟ ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة ما ورد في سورة الممتحنة، الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمات أن يتزوجن من غير المسلمين، يعني غير المسلمين، حرم الله سبحانه. يسأل عن هذا. نعم. هذا هنا يبقى السؤال ما الحكمة؟ يعني هي قضية أنه لا تتزوج، هذا محل إجماع أن المرأة المسلمة محل إجماع ومنصوص عليه في كتاب الله، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون عليه. أحسنت. لكن هنا حقيقة أنا ناقشني أحد الأفاضل من الإخوان يعني من المسيحيين، وقال لي: أخ أنتم لماذا تتزوجون منا ولا تزوجونا؟ فقلت له ببساطة شديدة هنالك علتان أساسيتان مهمة جدا. العلة الأولى وهو أننا نحن نؤمن بعيسى، وبالتالي نحترم حتى وإن كنا نراه دينا منسوخا، لكن نحترم خيارها في دينها، والزوج الذي على الأقل تدخل عليه ويعرف أن هذه المرأة مسيحية يؤمن برسولها فلا يسيء إليه بل يحترم عقيدته. هذه واحدة. وبالتالي لا تدخل على شخص لا يحترم رسولها ولا قيمها. النقطة الثانية، أنتم لا تؤمنون برسولنا، هذه مشكلة كبيرة. فقلت له: يا أخي هل في مشكلة إنه أنت ما تعترف برسولي وأنا أعترف برسولك أن أمنعك امرأة؟ أنا أقول لك والله يا أخي هذه لا تليق بك. هذه واحدة. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا من الناحية الاجتماعية، الزواج عندما يتم لابد هذا المولود الذي يولد ما بين الطرفين أن يكون محل اعتراف من أحد الطرفين. أحد الطرفين. نحن لما نتزوج من غير المسلمين الشريعة أقرت لنا ذلك، وبالتالي الابن الذي ننجبه من هذه المرأة ابن شرعي وتتبناه العائلة، وهو ابننا لا نجد في ذلك مشكلة. المشكلة في الطرف الآخر لا يعترفون بهذه الزيجة شرعا عندهم. هذه مشكلة أول. لا، وفي نفس الوقت دينهم لا يسمح لهم أن يتزوجوا مننا، لا يسمح لهم. وفي نفس الوقت ديننا أيضا يحرم علينا، وبالتالي هنا صار الطفل مقطوع من الطرفين. نعم. لا هو معترف به عند الأب ولا هو معترف به من الناحية الشرعية أيضا عند الأم، فهذه على كل تشكل أيضا مشكلة. فنحن بعض الأخوات المسلمات تزوجن من النصارى ولا يزلن حتى الآن تحت عصمتهم، وليس هناك عصمة في الحقيقة، لأن هذه يعني لا تقرها الشريعة. نعم. ما نصيحتكم؟ هذا على كل نحن ننصح بأن أي امرأة ارتبطت بشخص غير مسلم عليها أن تفارقه، هذا الحكم الشرعي. ترتيبات هذا الموضوع كيف تتم هذه موكولة إليها وتنظر إليه، لكن الأصل أنها شرعا تفارق الشخص الذي ارتبطت به، لأن الزواج العقد غير صحيح، والزواج غير صحيح، والإنجاب الذي أنجبته منه على كل من ناحية شرعية فيه إشكال. وبالتالي هي الآن فيما تبقى من حياتها على الأقل يجب أن تفارق هذا الشخص الذي ارتبطت معه بعقد غير صحيح وتبحث عن من هو على الأقل، إلا في حالة واحدة وهو أن يسلم الشخص
ويدخل في الإسلام وتستمر. طيب، نعم. فإذا استمرت تكون آثمة؟ إذا استمرت حتما تكون آثمة، استمرت معه تكون آثمة وزانية. ما دام أنها مسلمة وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي آثمة وزانية وأنها ترتكب محظورة كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، وأنها معرضة لعقوبة من الله سبحانه وتعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. فنصيحتنا لمثل هذه الأخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتوب وترجع إلى ربها سبحانه وتعالى. طيب دكتور حسن، جزاكم الله خير على هذه اللفتات الجميلة. في الحقيقة في العقد هناك فعلا منكرات في العقد نفسه. نعم، في العقد. لكن هذه كلها تعتبر في الحقيقة نادرة من النوادر. صحيح. ليست يعني في الغالب شعبنا الإليت الحمد لله على خير عظيم. طيب نعم. دعونا نتطرق لمنكرات الأفراح التي تحصل في شعبنا ومشتهرة جدا. نبدأ بالعلاقة بين المخطوبين. العلاقة بين المخطوبين يحصل بينهم بعض المنكرات، لو تحدثون عن ذلك. طبعا هي أولا الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، تمام، وليست عقد ولا هي أيضا زواج كامل يعني، وبالتالي هي عبارة عن وعد. في هذه الفترة التي على الأقل حصل فيها عملية الخطوبة لا يحق لغيره أن يتقدم لخطبتها مرة، وبالتالي خلاص هو عبارة عن التزام أخلاقي ما بينها وبين الشخص الذي ارتبطت به، فهو وعد من الطرفين، والوفاء بالوعود لازمة، وبالتالي لا يدخل طرف آخر. هذه أهم ما في موضوع. هل يحق لها هي أن ترتبط مع أن تفتح باب الخطوبة لشخص آخر؟ لا يحق لها، ما دام ارتبطت وأعطت الوعد وصارت مخطوبة لا يحق لها. إذا أعطت الوعد. أيوة، أعطت الوعد وصارت مخطوبة. هنا أنا أقول صارت مخطوبة لأن كل الارتباطات أيضا حتى تكون الصورة واضحة، الخطبة لابد أن تكون بحضرة الأولياء، يعني الأولياء يعرفون أن هذه الفتاة خلاص خطبت لفلان. قد يكون لما الاتصالات التي تحصل ما بين الشباب والشابات والوعودات هذه معظمها للأسف الشديد ليست وعود أصلا. لا يعني النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه بعد أن يتأكد الخطوبة وخلاص الارتباط لا يحق لأحدهم أن يدخل. تمام، هو موجه للرجل، يعني لا يأتي رجل آخر يخطب على خطبة أخيه. أيوة. لكن هي ليس لها الحق أن تختار بين لا، ما قبل الوعد. ما قبل الوعد. في فترة الأخذ والرد عندها الخيار في أنه ممكن يكون 3-4 أشخاص معروضين. لم تعطي كلمة لأحد. أما إذا أعطت، فمثلا تقول يا فلان، تستشير في هذه المرحلة ما رأيكم في فلان هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لها فلان ميزته كذا وفلان ميزته كذا، فتفاضل بينهم ثم تعطي الكلمة لأحدهم. فإن أعطت أحدهم بعد ذلك لا يحق لغيره أن يدخل على الخط ليفسد هذه الخطوبة. كلام جميل. طيب. هذه أهم جزئية على الأقل في مرحلة الخطوبة. طيب حصلت الخطوبة وتراضى الطرفان. نعم. الآن الأمور التي تحدث هل يجوز لها أن تتحدث معه هاتفيا مثلا؟ على كل في موضوع الاتصال والتواصل، إذا كان التواصل فيما يتعلق بقضايا الزواج وترتيبات الزواج فلا حرج. يعني مثلا الترتيب للزواج وكيفيات الزواج والاختيارات والترتيب هذه ليس فيها ما يشكل. أما ما يدخل بعد ذلك في فضائل الكلام أو فضول الكلام وفضول الحديث والدخول في الغراميات الزائدة، هذا كله من الأشياء التي تدخل في الحظر. أن تلتقي به إذا كان التقت بحجة أن يريد أن أفهمه ويفهمني وأفهم أخلاقه ويفهم أخلاقه، يأتيها في البيت. نعم. يأتيها في البيت وبحضرة أهلها، وأن يكون المكان على الأقل مطروق، يعني المكان مطروق حتى لا يحصل ما هي ليست زوجة، هي مخطوبة. نعم، مخطوبة. يجوز لها أن تجلس إذا كانت هي لابسة زيها الشرعي وهو دخل إلى البيت وأعطوا مكانا أو غرفة مفتوحة بحجابها أو بزينتها. دكتور لا زالت هي مخطوبة؟ لا، المخطوبة عادي ما في إشكال إن شاء الله. حتى بزينتها؟ لا مش بزينة، أنا أقول لك تكون لابسة زي الشرعي. زي الشرعي. لابسة زيها الشرعي، يعني إلا وجهها وكفيها. إلا وجهها وكفيها. وإذا كانت وتتناقش معه في أمورها، تتناقش معه أهلها. يعني أشبه ما يكون بالخطوبة. نحن نتحدث شيخنا عن ما يتعلق بأنه يأخذها أحيانا إلى المطاعم والكافيهات وكذا، ويتبادلون مشاعر الحب والغرام بحجة أن يفهمها وتفهمه. هل هذا يجوز شرعا؟ لا، هذا كله يدخل في دوائر الخلوة الممنوعة على الأقل في الناحية الشرعية. لا يخلون رجل بامرأة وهي إلى هذه اللحظة ليست زوجة. نعم.
ولا زالوا فما دام هي القضية قضية تعرف فدعه يتعرف عليها وعادي. يعني هذه المسائل التي يفترض أن يكون فيها تساهل في الأسر أن يكون، ويفترض إذا أصلا أنت مثلا تريد أن تتعرف عليه بشكل طول الخطوبة. هو يقول أنا ما أخذ راحتي إذا كنت أنا مع أهلها في البيت، ما أخذ راحتي، وهي كمان ستكون بين أهلها وبين ذويها في حياء شديد. طيب إذا كان أنت أصلا استحييت مما هو حلال يعني لما الاقتحام على الزاوية؟ هذا هو. ولذلك يعني نحن نقول الاستحياء الشرعي هو أن يكون الإنسان يستحي من الله، يستحي من الله سبحانه، يستحي من الله حق الحياة. فالاستحياء من الله هو الذي يفترض أن يمنعه من أنه الله يقتحم أو يتجاوز حدا من وأن يتقي الله ويبني أسرته. فعلى كل هذه واحدة من الإشكالات، قضية أنه والله الخروج والدخول وتحصل للأسف الشديد في هذه الفترة إشكالات كبيرة جدا، ولا نريد الآن ندخل في التفاصيل، لكن فيها كثير من القضايا التي يمكن أن نقول بها. وأحيانا تفضل الخطوبة في هذه الفترة، خصوصا أحيانا يعني يتم بعض التجاوزات فالرجل تسقط المرأة من عينه. فنحن بالذات هنا ننصح المرأة وننصح الأخوات والبنات على وجه التحديد بحكم التجربة مع الرجال ومعرفتنا بالرجال. الرجال لا يعظمون إلا المرأة التي أصلا هي لها هيبتها ولها عظمتها ولها حياءها ولها عفتها. متى ما رأى منها أي شيء يخل بهذا الوضع فهي تسقط عنده. حتى سبحان الله غير الملتزمين، أنا لا أتكلم عن حتى غير الملتزم، متى هو يبحث عن المتحجبة، هو يبحث عن الأسر المتدينة. وكثير من الناس تجده مثلا والعياذ بالله يعني يرتبط ارتباطات غير شرعية، فلما يريد الزواج يذهب إلى كما تفضلت. طيب دكتور حسن، معنا الشيخ محمد آدم إبراهيم، أهلا وسهلا بكم. تسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك يا شيخ برهان. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع جمهور راديو سلام نتقدم إليك بالترحيب الحار. أهلا وسهلا بك شيخنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب شيخنا استمعت إلى تفضل. نعم أنا أسعد بالمشاركة معكم في نعم. كنترول لو ترفعوا لنا الصوت الداخلي لا يسمع. الشيخ محمد آدم، نحن نتكلم عن منكرات الأفراح. تحدثنا مع الشيخ حسن سلمان المقدمة عن النكاح الشرعي وعن بعض المنكرات فيما يحصل في الخطوبة. نريد منك أن تحدثنا عن بعض المنكرات التي تحدث في الأعراس، في داخل الأعراس، وتقارن بينها وبين الحكم الشرعي الذي ينبغي عليه أن يكون. جزاكم الله خيرا. أحييكم وأدعو. لو تستمع الله يجزيك خير، لا تستمع من الميكروفون، استمع مباشرة. لا تستمع من الجهاز، استمع من الميكروفون. بارك الله فيك. طيب. أولا جزاكم خيرا على ما تقدمونه من نصح وتوجيه للناس. وثم ثانية مداخلتي ستكون في هذه الجزئية التي ذكرتها شيخ برهان، وهي العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام وفي النكاح وفي الخطبة كما تفضلتم وتفضل الدكتور حسن سلمان. وسؤالك بالتحديد هو ذكر بعض المنكرات التي تحدث في الأعراس. المنكرات التي تحدث في الأعراس كثيرة، ونذكر بعضا منها: الاختلاط والتزين. تتزين العروس وتظهر أمام الناس في منصة، هذه من بعض المنكرات، وهذا لا يحدث إلا عندما يكون المسلم جاهلا بأمر دينه أو متبعا لهواه. فلذلك يعني على العلماء أن يعلموا الناس أمور دينهم، وأن يحثوهم إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتبعوا أهواءهم. بهذا يمكن أن نتخلى المنكرات التي تحدث في الأعراس. نعم، واصل، أستمع إليك. نعم.
هذه إحدى لذلك المنكرات. يعني مع الأسف الشديد تلبس المرأة زي الفستان وتكون عارية أمام الناس من غير مخافة من الله سبحانه وتعالى ولا حياء ولا غيرة حتى من الزوج، فتخرج عارية سافرة هكذا، وهذا بلا شك أنه يغضب وبعض الله سبحانه الرجال وتعالى. هداهم الله، وبعض الشباب يدخلون إلى جناح النساء ويرقصون ويختلطون، وهناك ساعات طويلة من الليل، حتى أن بعضهم يضيعون صلاة الصبح وغيرها من الفروض. الله المستعان. نعم. نعم. وهذا من المنكرات أيضا والعياذ بالله. وكذلك من المنكرات خروج النساء المدعوات إلى الأفراح بكامل زينتهن وتعرضهن للشباب في ذلك العرس. نعم. واعتبار ذلك أنهن يعرضن أنفسهن للزواج، فهل هذه حجة شرعية فعلا؟ وهل يجوز لهن أن يتعرضن هكذا بهذه الزينة الكاملة؟ نعم. والله كما تفضل الدكتور وذكرت أنت أيضا، يعني الحلال بين والحرام بين. لا يحل للمرأة أن تتزين وتخرج وتتعطر وتخرج من بيتها وتفتن الرجال وتقع في المعصية، إنما عليها أن تتقي الله يعني في نفسها وفي غيرها. لذلك يعني نحن بحاجة إلى النصح وإلى التوجيه وإلى تعليم الناس أمور الدين حتى يعني نتجنب مثل هذه المنكرات. فأنا أؤكد وأكرر أن ما يحدث من المنكرات ومن الوقوع في المعاصي إنما هو بسببين رئيسيين، أحدهما الجهل والآخر اتباع الهوى. فلذلك هنا من المسؤول؟ طيب جميل هذا التقسيم، الجهل واتباع الهوى. الجهل في وجهة نظري كثير من الأسر أو معظم الأسر لا يجهلون حرمة ذلك. لا أحد يجهل خروج المرأة وهي سافرة سواء كانت معزومة أو هي عروسة أن هذا محرم، ولا يجهل أيضا الرجل أن يعرض زوجته وهي سافرة بكامل جمالها أمام الشباب، ما يجهل أن هذا حرام، ولكنه هو اتباع الهوى. هذا اتباع الهوى يا شيخنا. أول شخص من هو المسؤول عن هذا الأمر؟ من الذي سيحاسب عند الله ابتداء في هذا الموضوع في وجهة نظرك؟ نعم، الذي سيحاسب عن هذا الأمر هو ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول في البيت وهو مسؤول عن زوجته وعن ابنته وعن أخته، فولي الأمر هو المسؤول الأول. نعم. طيب ولي الأمر هو المسؤول الأول، كلام جميل، وسوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى عن ما يحدث. طيب ما يحصل من منكرات في هذا العرس هل يتحمله هذا الولي؟ يعني خروج المرأة متزينة، خروج الرجل وهو يعاكس هذه الفتاة الموجودة في هذا العرس، أحيانا يحصل شرب مسكرات ومنكرات، أحيانا تخرج الفتاة مع هذا الرجل والعياذ بالله وتقع في الفاحشة. هذه المنكرات كلها هل يتحملها رب الأسرة وهو ولي الأمر أو لا؟ له يعني طبعا أنا لست بصدد الإفتاء هنا، إنما بصدد إبداء رأيي ومشاركة في هذا البرنامج المفيد، ولكن المسؤولية تقع على الجميع، العلماء وأولياء الأمور، والناس يتناصحون لأن الدين النصيحة. لذلك يعني المسؤولية مسؤولية. هذا سؤال مهم. ابقى معنا دكتور محمد آدم، سنعود إليك الآن أيضا، لكن وجه هذا السؤال حقيقة للدكتور حسن. دكتور حسن سمعته؟ نعم. هذه فتنة كبيرة. الرجل حقيقة كما قال الشيخ محمد آدم هو المسؤول. لو لم يأذن هو بهذا الاختلاط
لم يكن يحصل اختلاط، لو لم يأذن هو بسفور العروس ودخول المغني أو المغنية لم يحصل هذا المنكرات، لو لم يأذن هو بدخول المسكرات والتغاضي عن الطرف في هذه الأمور لم يحصل. هل هو يتحمل آثام هؤلاء أو لا؟ هو يتحمل قسط منها، يعني ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فهو سيحمل على الأقل وزر السماح ووزر تهيئة المكان ووزر عدم إنكار المنكر. هم سيتحملون ما يليهم من حيث المباشرة، وهو سيتحمل وزر ما يليه من التسبب. عندنا قضية المباشرة وعندنا قضية التسبب. حتى في القتل في شخص يباشر القتل وفي شخص آخر يكون سببا في إيه؟ في القتل. فكل شخص يتسبب في معصية الله سبحانه وتعالى أو في وقوع منكر حتى لو لم يباشره، طيب إذن ولي الأمر يا شيخنا يكون يعني له حظ آثم. أيوه نعم، آثم وله من كل ما وقع في هذه الإشكالات هو له فيه وزر التسبب. وزر التسبب. نعم. طيب معظم الرجال يحتج بأن هذا ضغط من زوجته أو من والدته وأسرته. طبعا هذه جزء كبير من الإشكالات يقع في مفهومنا لقضية القوامة، مفهومنا لمفهوم الطاعة، ومفهومنا في مفهوم البر. القوامة للرجل وهو مسؤول كما ذكر الشيخ، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقضية أنك أنت والله أول تترك القوامة لغيرك وأنت المسؤول عنها، هذه أول إشكالية كبيرة جدا، لأن هذه ستكون عنها أنت المسؤول. لماذا الضعف يا شيخنا؟ هو عارف هذا الموضوع. لحظة. النقطة الثانية فيما يتعلق بقضية النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن حتى الوالدين تطيعهم في طاعة الله وتبرهم، ولكن لا تطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الوالدين وهم أعظم أصحاب الحقوق، الله حذرك من أنك تطيعهم فيما فيه معصية أو فيما فيه منكر، فما بالك بالآخرين؟ لا تتعلل ما بعد والدتك وأبوك وأبيك أن تتعلل بعد ذلك للآخرين، هذه منتهية يعني بقياس الأولى كما يقال. يعني إذا كان الله قال لك والله لا تطيع والدك ولا والدتك في معصية الله، فمن باب أولى غيرهم. قضية أما لماذا يحصل ذلك؟ للأسف الشديد جزء كبير منهم ضعف في التدين، جزء منهم ضعف في الفطرة قبل التدين. التدين ده التزام بالشريعة. الفطرة في مجموعة قيم سبحان الله فطر الله سبحانه وتعالى عليها هذا الإنسان، منها الغير على عرضه، هذه مسألة فطرية. فالذي يتنازل عن بعض القضايا التي فيها على الأقل يرى انتهاك لعرضه ويرى على الأقل استباحة لأعراض الناس ولا يستطيع أن يتحرك. فإننا لاحظنا أن بعض المشركين سبحان الله كانت تحركهم قانون العيب وليس قانون الشريعة. يعني هند مثلا لما قال ولا يزنون قالت وتزني الحرة، فهي تقول كأنما إن والله الحرة لا تزني. لكن يا شيخنا الضغط حاصل جدا من النساء على الرجال، في ضغط طبعا شديد. طبعا، لكنه لا بد أن يصمد، لا بد أن يصمد ولا بد أن يوعي ولا بد أن يعلم. وهذه ما تأتي نحن طبعا زي ما يقولوا ما تجي أنت والله تتعلم السباحة يوم السباحة. السباحة دي زمان تكون حين يحصل نقاش بينهم، إذا هذا سيصبح حزن وهذا ليس بزواج، وكيف يتم بالطريقة هذه؟ لا على كل هنا ستأتينا ضغط. ستأتينا قضية أخرى في قضية البدائل. لكن دعنا الآن نتكلم على إنه والله ما هو المنكر الذي يجب أن ننكره وتكون أسرة متفقة. نعم. إنه والله في قضايا منكرة. نعم. يعني ليست قضية سطوة رجل على امرأة ولا سطوة امرأة على رجل. إنه والله يا أخي كلانا نحن ندين بالإسلام، والإسلام هذا الزواج الذي سنقدم عليه يجب أن نلتزم فيه بأحكام الله. طيب نأتي بعد ذلك فإن أصرت هي في المنكر فعليه هو أن يتقي الله وأن يكون رجلا. نعم. ويمنعها ويوجهها لأنه هو صاحب القوام. نعود لشيخنا الشيخ محمد آدم إبراهيم. شيخنا نواصل في منكرات الأفراح. من ذلك مثلا يحصل أن بعض القبائل لا تزوج قبائل أخرى بحجة عدم الأهلية. ما قولكم في ذلك؟ طيب، هذه نقطة أيضا كنت أود أن يجيب عليها الدكتور حسن لأنه هو أعلم مني، ولكن لي وجهة نظر في هذا أيضا، وهو أن الأمر أيضا سببه الجهل بأمور الدين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. فمن يعرف هذا الحديث ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمانع من أن يزوج ابنته أو يزوج ولده من قبيلة أخرى أو من بلد آخر مجاور. يعني مجتمعاتنا كما تعلمون مجتمعات محافظة. بعض المجتمعات أو بعض القبائل يريدون أن يحافظوا على نسبهم، يعني يريدون أن يزوجوا ابنتهم إلى آخرين الذين يعتبرونهم غرباء، فهم محافظون. فهؤلاء القوم بحاجة إلى تعليمهم أمور الدين، وإلى تثقيفهم، وإلى يعني توعيتهم وحثهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب، جميل شيخ محمد آدم. هذا بلا شك أنه منكر، ولا يجوز أنك ترد الشخص لأنه ليس من قبيلتك، فهو داخل في النعرات الجاهلية، طالما هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه ذا دين وذا خلق وأمين، كما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام: من ترضون دينه وأمانته، من ترضون دينه وخلقه، فيجب علينا أن نقبله إلا يحصل الفساد الحاصل الآن من كثرة النساء وقلة الرجال، ومن كثرة العزوف عن الزواج. لو تحدثون عن هذا المنكر بالذات، هناك حقيقة أخوات بأعداد كبيرة جدا عوانس، والبيوت أيضا مكدسة بالبنات، وسبحان الله، يعني لو أنت تتبعت في المستشفيات سواء كان في إريتريا أو في غيرها، تجد أن معظم عدد المواليد من الإناث، وأن الذكور أقل بكثير من عدد الإناث. وعليه في مثل هذه الأمور العصبية وغيرها يقلل من الزواج. لو تحدثون عن هذا يعني فوائده ومفاسده. طيب، كما تفضلتم أن هذه الأمور موجودة في مجتمعنا لا نستطيع أن ننكرها، وعلى أولياء الأمور وعلى الأعمام وعلى كبار في المجتمعات الأعيان يجب أن يشجعوا الشباب على الزواج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بأن يبادروا إلى الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يجد فعليه بالصيام فإنه له وجاء. والوجاء قال بعض العلماء كسر للشهوة. لذلك على أولياء الأمور، على الوالدين، على الأعمام، وهؤلاء كلهم أن يحثوا أبنائهم على الزواج. هذا هو الحل الذي أنا أراه. طيب، ابقى معنا شيخ محمد آدم. شيخنا الكريم، مشكلة العنوسة ومشكلة كثرة النساء مشكلة كبيرة جدا، وعزوف الشباب أولا لعدم الإمكانات المادية والوضع السياسي والأمني في داخل إريتريا، والصعوبة كذلك حتى في الخارج، إما لكثرة المهور وكذا. لو تحدثنا ما المخرج من هذا الموضوع؟ والله يا أخي، أول من ناحية إحصائية حتى نكون أيضا نعطي الموضوع حقه، يعني إلى الآن حسب المعلومات الموجودة في الشعب الإريتري زيادة النساء على الرجال بسيطة، يعني تقريبا 51 إلى 49 أو 52 48. التقارب موجود من حيث يعني ربما بقيت في كثير من المجتمعات الحالة عندهم معكوسة، يعني فعلا في نسبة نساء بشكل. ومع ذلك لاحظ، مع أنه هنالك نوع من التساوي، ولكن تلاحظ أننا أيضا نعاني من حالة عدم الزواج، وخاصة في البيئات التي هي في الخارج. يعني أنا أتوقع أن الحالة في إريتريا أخف، لأن في مجموعة عوامل تدفع في الداخل بالذات إلى التزويج أو التهريب. نحن الآن في الداخل يعني إلى أن تصل عمر 20 مثلا إما زوجت وإما هربت وإما ذهبت ساوى، يعني وبالتالي هروبا من ساوى الناس بتحاول تزوجها مبكرا أو تهربها.
اللي قاعد يحصل الآن التكديس يحصل في الخارج. هؤلاء اللائي هربنا، ذهبنا إلى السودان، ذهبنا إلى السعودية، ذهبنا إلى الخارج، هنا تأتي الإشكالية. الذين يبتعدون أيضا أكثر، يذهبون مثلا إلى أستراليا ويذهبون إلى كندا ويذهبون إلى أوروبا، هنا تأتي أيضا إشكالية كبيرة جدا. وحقيقة الواحد يحضر أحيانا بعض جروبات الشباب وهم يتناقشون حول هذه الظاهرة. يعني كثير من الشباب اللي هو موجود في الغرب عندما يريد أن يتزوج لا يتزوج من نفس المنطقة، وهذه برضو إشكالية. يعني ليش ما يتزوج من نفس المنطقة؟ هذه تحتاج إلى وما كنا نتحدث عنه عن نعم. تمرد المرأة أيوة. واستخدامها القانون الباطل. عليك النور. فهو كيف سيتزوج امرأة بهذه الطريقة؟ عليك النور. إذا كانت شنطته دائما تكون عند الباب، عند الباب كيف سيتزوج؟ فهو تجد سبحان الله حرصا على أنه والله تأتي إليه امرأة طائعة تعرف له فضله وتعرف له إكرامه وتعرف له، فيأتي بها من السودان، يأتي بها من مخيمات اللاجئين، وقد يأتي بها من داخل إريتريا. فهي حقيقة مجموعة أشياء تؤدي في نهاية المطاف إلى أنه والله تكثر هذه الظاهرة. الحل في هذه حقيقة لا نجد طبعا أفضل من أنه والله أولا تيسير المهور، لأنه كثير من الشباب تجد أن عقبة المهور هذه وعقبة تكاليف الزواج تقع عائق كبير جدا. ونحن في السابق طبعا أنت تعرف في إريتريا كان عندنا أشياء سبحان الله غريبة. يعني الزواج كان محطة للغنى وليس محطة للفقر. يعني في الزواج تجد أن يوم الزواج هذا العريس يخرج بكمية كبيرة جدا من البهائم والمال، يأتي من جهة الزوج ويأتي من جهة الزوجة. سبحان الله. الزوجة أهلها يعطوها ما يسمى المثله هو ما يتبع المرأة عند زواجها من أهلها، وما يتبع الزوج من أصدقائه وأهله ورفقائه. فتجد سبحان الله محطة الزواج ما كانت تجد إشكالية كبيرة عند الناس. الآن لا، تجد الشخص شغال سنين ومع ذلك سبحان الله لا يستطيع فنحن في إشكالية كبيرة جدا. أولا نحتاج إلى ما يتعلق بالمهور. تمام. نحتاج إلى تبسيط في موضوع المهور، تبسيط في تكاليف أيضا الحفلات. هذه إشكالية أيضا، عندنا إشكالية المهور وعندنا إشكالية الحفلات. طبعا للأسف الشديد تحولت الآن الولائم، معنا الوليمة شرعا يعني من الأشياء التي يعني ولائم التي يعني حثت عليها الشريعة أن يولم الإنسان، وأن من دعي إلى الوليمة أن يجيب الدعوة. ومع ذلك تجد الآن تحولت الولائم إلى نوع من المفاخرة، بدءا من الكروت بتاعت الدعوة. يعني تجد مفاخرات في الكروت، مفاخرات في الدعوات، مفاخرات في صالات الزواج إلى غير ذلك. فنحن حقيقة محتاجين إلى أن والله نحاول قدر الإمكان أن نرشد. يجب أن يكون هنالك ترشيد في المهور، يجب أن يكون هنالك تسهيل في موضوع الحفلات، ويجب أيضا أن يكون هنالك تسهيل فيما يتعلق بالحياة. هذه تقريبا عموما فيما يتعلق بالجانب المادي في طيب أنا في الحقيقة لما قلت إنه هناك يعني نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال في العموم سواء كان في إريتريا أو في داخلها. نعم. والخارجات أيضا يعني الإريتريات اللاتي يعيشن خارج إريتريا عددهن كثير يا شيخ حسن. نعم. أنا يأتيني أسر كثيرة جدا، معنا بنات، معنا يعني في سن الزواج، لو تعرفون لنا شباب، هذا يأتون كثير حقيقة. لا أنا بس قصدت النسبة الإحصائية، نحن كأمانة تخطيط عموما عندنا فيها على كل حال يمكن ربما داخل إريتريا كما تفضلتم، لكن في العموم على كل هي ظاهرة عامة. هي ظاهرة عامة، لكن في العالم يعني كله عدد النساء أكبر من عدد الرجال بلا شك ولا ريب في هذا. طيب نأتي الآن يا شيخ حسن إلى البديل. نعم. هناك ما يتعلق بمنكرات الأفراح ذكرناها، ولكن فيما يتعلق بالذات في الجانب الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم. أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. الحاصل في شعبنا أن هذا يحصل فيه توسع، وبل فيه ارتكاب للمنكرات، فيتم استدعاء مغني أو مغنية، ويحصل بأدوات ما يسمونه بالدي جي، وأصوات يعني صاخبة جدا، ورقص وموسيقى وكبورو واختلاط وأمور حقيقة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ما البديل؟ حياك الله يا أخي. أول بالنسبة للبدائل، ما جعل الله سبحانه وتعالى منع شيئا أو حرم شيئا إلا وكان هنالك متسع وفسحة كبيرة جدا فيما سواه. يعني لن يضيق الله سبحانه وتعالى، لأنه من شريعتها أنها شريعة تيسير، يريد الله بكم اليسر. وأيضا يعني الإسلام يتعامل مع الإنسان باعتباره إنسان مكون من مجموعة أشياء، ويتعامل معه كما هو، فيه جسد وفيه روح وفيه وجدان وفيه مشاعر، فيه
فهو بطبيعة الحال. ونجد أن عنصر الفن تقريبا يعالج هذه الإشكالية. أصلا عنصر الشعر وعنصر الغناء وعنصر الفن هو جاء ليعالج هذه المسألة، ولكن وضعت الشريعة لها مسألة الضوابط في أنه والله أول الشعر من حيث هو شعر أو الغناء من حيث غناء، إذا كان والله حسنا فهو حسن، وإذا كان قبيح فهو قبيح ابتداء بغض النظر ما يصاحبه. يعني أنت مجرد ما غنى المغني أو تكلم الشاعر فهو كلامه إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، فيحكم عليه من حيث أصل الكلام. فمثلا هنالك من الأغنيات ما هي مثلا مثيرة وفيها نوع من الخروج عن الحياء وكذا، هذه بطبيعة الحال بغض النظر صاحبها آلات أو لم تصاحبها آلات فهي ممنوعة. النقطة الثانية أيضا يعني أباح الله سبحانه وتعالى في حال الفرح أن والله يعلن حتى يفارق الفرح تقريبا أو يفارق الزواج الشرعي، يفارق الزنا ويفارق ما هو على الأقل من زيجات ممنوعة. فحتى بعض المذاهب مثل المالكية يرون قضية الإشهار ربما أحيانا أهم عندهم من الإشهاد، أنه لا بد أن يحصل إعلان وهي مستحبة على كل أن يكون هنالك إشهار وسمح طبعا في الدائرة النبوية وفي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للجواري وهن النساء على كل أن يسمح لهن مثلا بالغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي قد زفت امرأة إلى واحد من الأنصار قال هل كان معكم شيء من اللهو فإن الأنصار يحبون اللهو. فالقضية أنه والله قضية الناس بقت ما بين إفراط وتفريط، إما أنها ذهبت إلى خط المحظور والممنوع، والبعض الآخر تجاوزا لها حتى لا يقع أيضا هذا الممنوع إذا به أيضا يمنع ما هو مباح وجائز. فالبعض فعلا ربما يتحول الزيجات أحيانا إلى أنه لا تعرف هل هي زيجة فعلا ولا أمر آخر. فهذه على كل نحتاج أيضا أن يكون هنالك صناعة البديل. وأحسب أن هنالك بعض الاتجاهات الآن ذهبت في أنه تعمل مثلا مجموعة من الأشرطة فيها أغنيات جميلة ومحببة وتؤدي إلى رسالة، وهي نفس رسالة الفن المشروع على الأقل هي في نهاية المطاف أنك تخدم مقصدا شرعيا، إنه والله تؤدي يعني في نفس ما ينشر يوم الزواج يكون فيه حديث عن الزواج ويكون فيه حديث عن الألفة بين الزوجين ويكون فيه أيضا تشجيع لمن لم يتزوج بأنه يتزوج. فعلى كل مهم جدا يعني أن يكون فيه الخلاصة أن نقول يجوز للنساء أن يجتمعن نعم ويفرحن ويضربن بالدف ويعني دون أن يكون بينهن رجال، نعم. دون أن يختلطن مع الرجال أن يقومن بهذا الأمر. فهناك في سعة وفي مندوحة لهن من الرقص، والرجال يكونون نعم. بجانب آخر منفصلين تماما عن كذا. طيب شيخ حسن، الآن نريد أن نختم بما هي العواقب التي تأتينا من الله سبحانه وتعالى فيما إذا حصل في الزواجات منكرات. لأن كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويقول يعمل المنكرات ونذهب إلى العمرة نغسل الذنوب. بهذا التساهل وبهذه يعني الاستهتار حقيقة نريد أن نعرف ما هي العواقب التي قد تنشأ عن فرح فيه منكرات يبتدئ أساس الأسرة بهذه المنكرات وبمعصية الله سبحانه وتعالى. وجهة نظركم، وسوف نعود إن شاء الله باختصار أيضا الشيخ محمد حتى نسمع منه أيضا هذه الكلمة. تفضل الشيخ. أحسنت. بس في نقطة مهمة أحب أن ننبه إليها في المنكرات، وهي من الأشياء التي ابتلي بها للأسف الشديد الناس في الزيجات، وهي قضية التصوير. يعني تجد سبحان الله النساء يصورن والرجال يصوروا والشباب يصوروا، ثم بعد ذلك يبث للأسف الشديد هذه الأمور، وهذا طبعا من انتهاك الأعراض. يعني تجد بعض الناس أو بعض الشباب يتحين فرصة من الفرص ويكون النساء لحالا وكذا، ولكن إما أن واحدة من الأخوات تصور وتنشر في الجروبات، ومن الجروبات طبعا. فنحن عموما أيضا هذه من القضايا التي ننبه عليها مما يدخل أيضا ضمن منكرات الأفراح، وخطرها عظيم وكبير جدا. كثير من الأسر سبحان الله ربما حصل فيها إشكالات بسبب هذا الوضع، أن تكون في صور تسرب ويقع بعد ذلك. وتعرف اليوم صارت المسألة كما يقال. طيب الوقت يداهمني. نعم. ما هي العواقب؟ العواقب حقيقة خطيرة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه أول ظاهرة خطيرة جدا، بأن أي أمر بغض النظر زواج أو غير زواج، هذه قاعدة كبيرة جدا في قضية مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، يقع في الفتنة. والله شكل هذه الفتنة وما طبيعتها وكيفيتها لا نعرف. في الزواج قد تكون مثلا رفع البركة،
وفي الزواج قد تكون والله الطلاق بعد فترة وجيزة، وفي الزواج عند المخالفات الشرعية قد يكون يتأثر هذا الموضوع ويطال حتى أبناؤك وأسرتك. فعلى كل هذه ربما كلها تدخل في أنه الله الذي لا يضع حساب لأعماله التي يقوم بها، فإن آثار الأعمال، وهذه نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول من أعظم الإشكالات في الإنسان أمرين: الآثام وعقوبات الآثام، وهي قال السيئات أو الذنوب التي يقوم بها، ثم سيئات الأعمال، سماها سيئات الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها في خطبة الحاجة: اللهم أعوذ بك من شر نفسي وسيئات سيئات عملي. فسيئات العمل هي عواقب الذنوب، عواقب الذنوب. الإنسان يذنب ذنبا ثم تترتب على هذا الذنب أن تجر عليك سيئة أخرى. فنحن على كل نذكر الناس إن شاء الله في هذا الموضوع أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى، وأن قضية على كتاب الله وسنة رسوله التي نفتتح بها مع المأذون يجب أن لا تكون منتهاها فقط لحظة العقد، يجب أن تستمر معك في العقد، وتستمر معنا في الاحتفال، وتستمر معنا ما بعد الاحتفال، وهكذا تستمر معنا إلى قيام طيب. نعم دكتور الشيخ محمد آدم، في 30 ثانية نصيحتكم للشعب الإريتري المسلم فيما يتعلق في الأفراح. نصيحتي لنفسي وللآخرين هو أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونتعلم كيف نفرح، ونكون مثالا يحتذى به في مناسباتنا. أنا حضرت عرسا كان فيه موعظة وكان فيه نصح وفرحت كثيرا، ومناسبات أخرى كثيرة حضرتها وخرجت منها غضبان أسفة. لذلك نحن يجب أن نتعلم كيف نفرح، ويجب أن تكون مناسباتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ننصح بعضنا بعضا في مثل هذه الأمور. وأرجو منكم أن تعطوا لمثل هذه المواضيع وقتا كافيا. اليوم طرحتم مواضيع مهمة جدا، ولكن الوقت كان تقريبا ساعة واحدة، فأرجو في المستقبل القريب أن تعطوا لمثل هذه المواضيع وقتا كافيا، وتستضيفون من فئات المجتمع المختلفة، شباب وكبار السن وهكذا، ونسأل الله التوفيق والسداد. جزاكم الله خير، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أوشكنا على نهاية الحلقة. تحدثنا عن منكرات الأفراح. الخلاصة: علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. صدقا نحن بحاجة إلى أن نتذكر أن الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لنا أن نواجه هذه النعمة بمعصية الله تبارك وتعالى. والله إخواني وأخواتي، كثرت الطلاق، كثرت الخلافات، كثرت القطيعة بين الأسر، وكثر ميلاد أبناء غير صالحين لا يحفظون كتاب الله ولا يتقون الله سبحانه وتعالى بأنفسهم. هذا كله نتيجة معصية الله تبارك وتعالى في الأفراح. فالله بتقوى الله سبحانه وتعالى. اعتبروا أن الفرح عبادة لله تبارك وتعالى، ويجب أن تكون على مرضاته سبحانه وتعالى. ابنوا هذه الأسر، ولذلك ما سلط علينا ما سلط، ولا ما كان من الذل والمهان والبعد عن إريتريا إلا بما كسبت أيدينا. فوصيتي لكم ووصية الدكتور حسن والشيخ محمد آدم أن نتقي الله جميعا، وخصوصا أنت أيها الأب، أنت مسؤول أمام الله. كن رجلا، كن آمرا بالمعروف نهي عن المنكر في أسرتك، لا تغلبك النساء. وأنت أيتها المرأة الصالحة، كوني عونا لزوجك على طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وردة يعشقها أحبتي، يا
يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت، إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب، إريتريا.